الشعب اللي سابوها للقرابة والمصلحة، ورئيس الجمهورية بيعين ست مجلس لوحده. تعرفوا المجلس كام عنده؟ عارف مجلس الشورى كام؟ 264. مجلس الشعب رئيس الجمهورية بيعين 88 لوحده، وال 88 كل 3 سنين يعمل نصهم. وفي مؤسسة يعين رئيس الجمهورية فيها 88 نائب راني محسوبيات. احنا نقول هذا الكلام ليس أن نتخلص منه، فلنا رؤية في هذا، وإن لنا رؤية اقتصادية لعلنا نلتقي مرات أخرى نتحدث فيها. شكر الله لكم ولا أطيل على حضراتكم. نقف لدي الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الله لأستاذ محمد، وجزاه الله خيرا على هذه الكلمات. والمجال الآن مجال الأسئلة إن شاء الله، فاللي عنده سؤال والأسئلة بالترتيب ما شاء الله. محمد تتجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شرفنا الاستاذ محمد الحنيفي، ونشكره بداية ثورة 25 يناير والشباب اللي ضحوا فيها بأنفسهم من أجل إن احنا نكون موجودين هنا النهارده. بداية أنا هقول كلام أنا قلته في عهد النظام السابق البائد، وأنا مسافر العراق سنة 87 عشان أدور على لقمة عيش، عشان أتجوز، عشان أعيش. وهقول كلام ثاني قلته بعد الثورة، وأستاذنكم إن أنتوا تتسع صدركم مني. قبل 87 أثناء نظام فصل المخلوع قلت في بلدنا وأنا ببكي ونسافر، وأيام كان السفر للعراق نور، كان اللي بيرجع من هناك بيرجع 12 وأنا وحيدة 22. وبداية يعني أنا بأشرف إن والدي قلت لهم إن شيوعي وكلكم تعلمون من هو الشيخ محمد الزهري ولا داعي. بقول حبيبتي هغادرك، وده مش لاني كره. حبيبتي هغادرك، وده مش لاني كره، ومش لاني جنبي ما لقاش الحب جنبك، ولكن يا حبيبتي لوجود بيننا موده. بس اقنعك في كلمه، هي اني دعتك على احلام اللي ضاعت بايد اخويا وابنك جبار جاسي وغادر بالرغم مني ومنك. رايح يمكن اموت، قالوها كل حبايبي، ندمت بأعلى صوت يشهد علي ربي إن ترابك يا غالية ريحته دايما في قلبي، وإن إخراجك يا أمي بينزل فيا نصي. الكلام ده قبل الثورة. بعد الثورة أنا قلت الكلام ده كان امبارح، وأنا قلت من شوية الكلام ده كان امبارح، والنهارده أنا مش راح أبارح. أرضك يا مصر يا بلادي، يا ضر في كفيني الوادي، يا رفعة علم العروبة، أنا ليكي وبداتي، أنا والولاد يا حبنا بنعيش ليالي فرحنا. ما الحبايب بعد الفراق، ما الشباب بعد الفراق رجعوا ومعاهم مجدنا. يشرفنا الأستاذ محمد الحنيفي، وأرجو أن يتبع صدره، وأنا محدد النقاط اللي أنا هتكلم فيها لكي تصلح الرؤية للجميع. وإذا كنتم على صواب فنحن معكم. استسمحت لو عايزين هكمل مش هكمل هذا، ما تقوليش الوقت. لعلي اكون مخصوص. وفي بدايه الحوار طبعا انا بتهم الاخوان بانهم لهم لغتين، واتضحت في هذا الموقف الجميل لغه الاستاذ ايمن حجازي الهجوميه، ولغه الاستاذ محمد الحنيفي التي بتطبق الجو. في بداية الحديث لا أجد أي حرج في أن أقول أنه ليس من حقي أن أنكر دور أي فقيه فيما وصلنا إليه الآن، وخاصة الإخوان المسلمين. وحتى لا أثبت في الحديث فقد حددت بعض النقاط الحديث عنها، وإذا كان الشيخ محمد حميد هيرد عليا نقطة ماشي، في الآخر هيرد عليا فيهم كلك يعني ما فيش مشكلة. النقطة الأولى، تتحدثون عن فصل الحزب عن الجماعة فصلا كاملا، هذا قولكم، ولكن هيهات فما نراه منكم الآن أو قبل الآن وأنتم تتحدثون كأعضاء وقيادات الحزب هو خلق للمفاهيم، فأنتم تتحدثون بلسان رجل الدين الذي مكانه المنابر ودور العلم.
ولا تقربوا إلى شرح يعني أستاذ محمد استدرك الموقف النهارده واتكلم في المجال الاقتصادي فده على عينه على راسه. ثاني حاجة بتعلنوا انكم في هذه الظروف التي تمر بها البلاد لا تستطيعون وحدكم تحمل مسؤولية الأمة، وهذا صحيح، ولكن يأتي الفعل من يخالف القول، فأنتم تحاولون إقصاء أي تيار سياسي يخالف فكركم كما كان يفعل الحزب الوطني في السابق، وهذا ازدواج في المفاهيم. 3 يعيبكم من وجهة نظري عدم توحيد لغة الخطاب السياسي، فحين نراكم تقولون ما يجعل الناس ترتاب منكم، فإذا ما وجدتم رد الفعل عكس ما تتوقعون تعودوا إلى لغة أخرى، وهذا ما رأيناه للخطاب مما يتماشى مع الآخرين، وفي هذا خلط آخر للمفاهيم، ودليل أنه يتزعم الطرف الأول صبحي صالح الواجهة الإعلامية المتعجرفة للإخوان، والطرف الآخر يتزعمه عصام الأديان فيعود لربط الأجواء. 4 إذا كانت دعوتكم لتوحيد الصفوف صادقة فلماذا الهجوم الشرس من قبل سيادتك على التيارات الأخرى مثل الليبراليين واليساريين؟ وأسألك إذا كان اليسار تهمة فما رأيك في الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري محامي الفقراء ومقولته الشهيرة التي كانت تدعو إلى الاشتراكية، وهي إني لأعجب بالأمر قوم لا يجدون قوت يومهم كيف لا يخرجون شاهرين سيوفهم في وجه الأغنياء. هذه مقولة أبو ذر الغفاري، وأنا في حزب التجمع الدليل أمامي أبو ذر الغفاري. 5 من هم الليبراليين واليساريين العلمانيين الذين تتحدثون عنهم وتصفونهم بأنهم الذين لا دين لهم والحرية عندهم من أوسع الأبواب؟ فهل لك هشام أزران؟ خلاص أنا هخلص أقطع على حضرتك. احنا بنستاذن الناس بس عشان وقت الناس. طب لو حضراتكم هتأذنوا صوت هشام إن هو يكمل ومفيش حد يسأل مفيش مشاكل. ما هو الرد على الأسئلة كلها يرد يكمل محدش هيسأل. ماشي خلاص. وانت على كل اللي احنا عايزينها ماشي هستاذنكم بس ثواني ماشي ثواني. فهل لك أن تصفني بأنني عدناني؟ هل لك أن تصفني بأنني عدناني وأن الحرية عندي من أوسع الأبواب؟ فلو كان ذلك صحيحا لوجدتني أترك بناتي يخرجون سافرين متبرجين وأقول لك خانك التوفيق في هذا الوقت. ولو كان كلامك صادقا فلتحدد لي من هم الذين لا دين لهم في مصر، وأقول لها صريحة وبصوت عالي كلنا مسلمون موحدين بالله مثلك، بل ومن الممكن أن نكون عند الله أفضل منك. ممكن. 6 تتعاملون مع المجتمع والقوى السياسية باستعلاء وعجرفة من خلال يعني انا مش من حزب والله انا بواجه الانتقادات للدكتور محمد الحنيفي هيرد عليا فيها لعل اكون مخطئ. معلش الشباب يا دكتور حضور، معلش احنا واقفين فعلا بنقول احنا بنرفض الديمقراطيه وتصحيح المفاهيم، فاحنا الوقت نعمل النظام شيء ونحن ونسيب الناس كلها. اكيد كل واحد في دماغه اسئله ثانيه. فحضرتك هنجاوب على اسئله اليوم برضه حضرتك ودونها والاسئله كلها هنجاوب عليها ان شاء الله. فلو حد عايز يسال اي سؤال ثاني يا اخوانا الاسئله مفتوحه، نحن لا نحجر على عقل احد ولا على راي احد. اللي عايز تسبيحيه يتفضل ان شاء الله، لكن يتسع الوقت للجميع عشان ما يبقاش في استبداد برضه لمرة. السلام عليكم.
اشكر لاخي. نعم. لا